وبمهمة صعبة أمام المتصدر وأقوى فرق الدوري، الزمالك يسعى لاستعادة الصدارة. عد بنا أيها التاريخ لنستعيد ذلك الكبرياء. عد بنا أيها التاريخ فنحن الزمالك فرسانك يا أفريقيا. على غير العادة هنبدأ بالمصري لأنه فريق قوي ويستاهل. بنتكلم على فريق هو متصدر الدوري وعامل بداية قوية جدا، 3 فوز وتعادلين ومخسرش لحد دلوقتي. فاز على الاتحاد 3-1، فاز على الجيش 3-0، وتعادل مع بيراميدز 2-2 بعد ما كان متأخر في النتيجة، وقع قصاد الحرس 1-1، ورجع فاز على كهرباء الإسماعيلية 4-0. يعني مسجلين 13 هدف ودخل فيهم 4 أهداف في 5 ماتشات. فريق قوي هجوميا لكن مش قوي دفاعيا، وهقول ازاي لما نيجي لنقط الضعف. لكن خلينا في نقط قوة المصري الأول. أولهم إنهم فريق شرس بيعمل ضغط عالي وبيميل للاستحواذ على الكورة، وعندهم تحول سريع ومرتدات سم هوريها لك في اللي جاي. بيشوطوا من بره كتير ويقدروا يسجلوا كذا هدف من بره ال18. طبعا ده كلام عام فمحتاجين نخش أكتر في التفاصيل. وأول تفصيلة وهي الأهم، الاسم اللي الكل عارفه، عبد الرحيم دغموم. أكتر من 50% من قوة المصري. الواد مسجل 4 وصانع 2، يعني مساهم في 6 أهداف بشكل مباشر من أصل 13 سجلهم المصري. واضحة اهي ومش محتاجة حاجة، المصري هو دغموم ودغموم هو المصري، وده اللي هتعرفه في بقية الفيديو. صانع ألعاب زي ما بيقول الكتاب. شوف معايا الهدف الأول في الاتحاد، استلم صلاح محسن ولعب بالعرض، دغموم قابلها بشماله من مرة واحدة جون. أما الهدف التاني اللي ياخد عليه 10 من 10 كصانع ألعاب، لأنه استلم الكورة ورقص ودخل ال18 وعمل 1-2 وبوش رجله فنشها في الجون. رقم 10 حقيقي، صانع ألعاب بجد مش هجاز زي اللي عندنا. وفي ماتش الطلائع اتحرك في الناحية الشمال وساب العمق ورفع الكورة وخلصت بهدف، وكررها تاني بنفس الطريقة في هدف المصري في الحرس. يعني مش صدفة، ولازم نخلي بالنا من الناحية اليمين اللي هي شمال المصري. أما في الهدف التاني قطعوا الكورة ولعبها السم لمنذر من قبل نص الملعب وبرضه خلصت بهدف. والكورة دي ركز معاها لأن دغموم بيعملها على طول وبيعملها صح وبسرعة، مرة المنذر ومرة لصلاح محسن، اتكررت كتير فلازم ناخد بالنا منها. وفي ماتش بيراميدز كرة بالعرض ردها الدفاع، قابلها دغموم من مرة واحدة بوم والتعادل. لاعب محضر وعارف هيعمل ايه في الكورة، مش لسه هيحنكش. وقصاد كهرباء الإسماعيلية خد ضربة جزاء سجلها صلاح محسن وصنع الثالث لعمر الساعي، وسجل هو بنفسه الهدف الرابع من كرة هيقتله على ال18، قابلها بشماله من مرة واحدة كالعادة. لعيب كبير، لعيب مهم وماشية معاه وعالية قوي كمان، فالتركيز كله لازم يبقى عليه، لأنك لو قدرت توقفه حرفيا يبقى شليت المصري. لكن مش هو بس اللي مميز في فرقة المصري، في كمان صلاح محسن، لعيب رخم مزعج سريع ومسجل هدفين وصنع هدف، وعمر الساعي اللي جايب 3 أهداف من تسديدات فلازم يتقفل عليه. وكريم العراقي بيعمل زيادات للعمق بشكل كويس جدا. منذر برضه لعيب كويس وتحركاته كويسة وخطاف. الحقيقة فرقة المصري فرقة كويسة وقوية جدا هجوميا، وعندها حلول وتنوع، يعني تسديد تلاقي، عرضيات تلاقي، مرتدات كمان هتلاقي، دكة وتبديلات فيها ميدو جابر وكريم بامبو يقدروا ينزلوا ويغيروا. ماتش هيبقى صعب جدا على خط دفاعنا، فلازم التركيز من أول دقيقة لآخر دقيقة، غير كده هجوم المصري مش هيرحمك. طب ايه يا ابو حميد، هنقابل بارسا بيب ولا ايه؟ لا يا غالي، لا بارسا بيب ولا حاجة. انت في الدوري المصري مهما كان الفريق قوي هيبقى مليان نقط ضعف، والمصري وباختصار شديد نقطة ضعفه هي خط دفاعه. المصري متسجل فيه 4 أهداف في 5 ماتشات، رقم ممكن يبان عادي لكن في الحقيقة المصري كان ممكن يتسجل فيه ضعف الرقم ده كمان. ماتش طلائع الجيش اللي خلص 3-0 للمصري، الجيش كان يقدر يسجل هدفين على الأقل من عرضيات جوه ال6، لكن ضعف الجودة وسوء الحظ هو اللي منع. قيس على كده باقي الماتشات وكل الفرص اللي بتيجي عليهم بتكون دايما من كرة عرضية،
سواء ركنية أو فاول أو لاعب بيرفع. من الآخر أي كرة عرضية في ال18 من أي وضع خطيرة على دفاع المصري، وبتحصل دربكة ولاعيبة المصري بتسرح وتمركز المدافعين كله بيبقى غلط. ده غير الحارس بتاعهم لا بيطلع ولا بياخد عرضية ودايما متردد. وشوف معايا هدف الاتحاد، الكرة اترفعت دربكة وخروج غلط جون. كمان عندهم مشكلة في اللعب ورا خط دفاعهم زي جون مايلي، باص في ظهر الدفاع وده انفراد. ونفس الكلام في ماتش المصري، اتلعب برضه في ظهر الدفاع انفراد، الحارس خرج ضربة جزاء. كنا محتاجين احنا صانع العاب بجد علشان نستغل الكلام ده، لكن للأسف انت صانع الالعاب بتاعك عيل علق. نقطة ضعف كمان في فريق المصري وهو اقوى لعيب عندهم وهو برضه عبد الرحيم دغموم. الفريق بيعتمد عليه اعتماد كامل في صناعة اللعب والاستحواذ وخلق الفرص. وقف دغموم هتشل المصري. ماتش صعب جدا واختبار هو الاقوى للكل سواء مدير فني او لعيبة. فبينا يا غالي نشوف الزمالك يبدأ بمين ويلعب ازاي. قبل الكلام في تشكيل واي فنيات، في مشكلة مستحقات بسبب سحب الارض اللي باذن الله هترجع. وكتير بيقول وبيبرر ان مستوى اللعيبة تراجع بسبب الفلوس. انا ما عنديش مشكلة تاخد فلوسك حقك، ولا عندي مشكلة ان دماغك مشغولة بمستحقاتك علشان الالتزامات اللي عليك، لكن مش قادر قول مش قادر. فلوسك شغلة تفكيرك ومأثرة على مستواك. خليك راجل وقول مش هقدر ألعب، مش عيب وهبقى قابلها عادي. لكن تنزل وتقدم علوية ناشفة وتخسر وتقول لي معلش أصل مستحقاتي، لا ده عندها. هتلبس التيشيرت تلعب راجل، مفيش حجج. مش قادر قول مش هلعب، لكن نزلت الملعب يبقى تسترجل وتأدي، غير كده مش هتترحم ولا تأخر الفلوس هيرحمك مننا. نيجي بقى غلي الفنيات وهنبدأ بالتشكيل. صبحي طبعا مفيش كلام، شمال بنتايج، يمين عمر جابر، قلبين دفاع حسام عبد المجيد وصلاح مصدق، دونجا وعبد الله وناصر ماهر، اخوان الفينا وشيكو بنزا، وقدامهم عدي الدباغ. ده التشكيل المتوقع. الونش موقوف والراجل هيدخل مكانه مصدق مش اسماعيل. شحاتة لسه مش متاح، لكن لو متاح وخف من الإصابة يخش جنب دونجا ويرمي ناصر ماهر دكة. عدي كان مصاب لكن بقى جاهز خلاص فيبدأ هو، ومنسي يبقى على الدكة، وممكن يكون معاه الجزيري بعد ما مشكلته اتحلت مع المدير الفني. وللأسف الجزيري مهم في ماتش زي ده، خصوصا لو هتلعب في ظهر دفاع المصري. لازم يخش معانا معالي واحمد شريف لانهم البدلة الوحيدين للجناحين. اتمنى اشوف ربيع والشهيد محمود جهاد لان نص الملعب مهم جدا في ماتش زي ده. طب نلعب ازاي؟ يعني فريق قوي زي المصري نواجهه ازاي؟ لو هتاخد مني يا غالي نلعب تحت الكورة، مش عيب نقفل ونحاول نستغل المساحات في خط الظهر ونلعب على سرعات شيكو بنزا، وطبعا نعمل عرضيات على قد ما نقدر وبإذن الله هيغلطوا. قفل العمق علشان بيشوطوا كويس. دونجا يلزق لدغموم وهي دي تفصيلة الماتش. دونجا لو مركز وخرج دغموم بره اللعب قوة المصري الهجومية تقل النص على الأقل. ماتش محتاج تركيز كبير من فيريرا واللعيبة لأنه باختصار ماتش على صدارة الدوري. عندك فرصة تركب الدوري تاني، ومين عارف يمكن نركب الدوري وهم يبعدوا. صدر الضغط للمنافسين، العب زي الرجالة وبلاش علوية. حس بجماهيرك وخلي عندك دم، حس بقيمة التيشيرت اللي انت لابسه، وان شاء الله خير ويبقى ماتش المصري بداية وانطلاقة للمدير الفني واللعيبة، وبإذن الله نرجع صدارة الدوري تاني.